وعندنا الآن ضابط، ما أدري جهزوه أم لا. نعم بعد قليل بإذن الله. كاهن؟ نعم بعد قليل. ضابط برتبة عقيد، وقد رفع بكل من إلى رتبة عميد. رفع هذا الضابط، ولا تقولوا العقيد قولوا العميد. واليوم كنت مع أكثر من نصف ساعة مع أحد الضباط الأحرار لعله يسمعني الآن، وهناك ضباط في الاستخبارات علوية شرفاء يساعدوننا وينقلون لنا الأخبار، بل يعطوننا القوائم، قوائم المخبرين، وسأتكلم عن المخبرين. والآن سنتحفكم بهؤلاء الضباط، وهناك تسير جدا، لكن لنواحي أمنية أنا قررت أنه ما يظهر إلا من افتضح أمره عند النظام وأعلن انشقاقه، ولذلك تأخرنا في الانشقاق. لدينا 8 ضباط الآن تحت الانشقاق، ولكن أنا طلبت التريث لأمر إن شاء الله. تريد ناخذ مداخلة قبل الشيخ من الضابط؟ نعم. إيه طبعا. طيب. هذا دليل الآن أكنا كاذبين أم صادقين، ورأيتم الهوايا ورأيتم الأرقام، ومعظمهم إما قائد سرية أو قائد كتيبة. وصدقون من باب الأمانة. اسمعوا إلى هذا الضابط. كنت أريد أن أقول شيئا لكن خشيت أن يكون سرا. تفضل. طبعا الكثير منهم ينشط، ولكن البعض منهم لا يريد أن يظهر نفسه إعلاميا لمسائل إعلامية. الكثير من الأفراد أو مسائل أمنية، حتى الكثير من الأفراد. معنا الآن العقيد أحمد حجازي. عقيد معنا؟ نعم. تفضل العقيد أحمد. ألو. أي معك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العقيد أحمد حجازي من قيادة الفرقة 18 دبابات، أعلن انشقاقي من الجيش العربي السوري بسبب حياد الجيش عن أهدافه التي أنشئ لأجلها، متحولة من حماية الوطن والمواطن إلى تدمير الوطن والمواطنين. نعم. عقيد أحمد معي؟ نعم. هل هناك انشقاقات كثيرة تلاحظها الآن عقيد أحمد؟ أيوة. نعم، يوجد هناك عدة انشقاقات في الجيش من قبل شرفاء الجيش، وهناك آخرون بانتظار أن يؤمنوا الفرص المناسبة. ماذا كانت وظيفتك أو يعني مهمتك؟ كنت ضابط في قيادة الفرقة بفرع الشؤون الإدارية والمجموعة العملياتية. العقيد أحمد، التعليمات التي أخذتموها من النظام لدحر أو قمع هذه المظاهرات، ما هي التعليمات بالضبط؟ كان إطلاق النار على المظاهرات السلمية بشكل عشوائي. نعم. وبعض الحواجز الفرقة على الطرقات العامة قامت بإطلاق النار على السيارات المدنية. موقع الفرقة، أين موقع هذه الفرقة؟ في حمص بمنطقة قرية فيروزة. وهي الآن مهمتها ما هي مهمتها؟ مهمتها قمع المتظاهرين في منطقة حمص. في منطقة حمص، يعني هي الفرقة 18 مختصة في حمص. نعم. بس بلغنا أن كذلك، هل جاءت الفرقة من الفرقة الرابعة قوات وحدات إلى حمص كذلك؟ طبعا اجت وحدات من الفرقة الرابعة بحمص، وشاركت أيضا في قمع المتظاهرين بشدة، يعني خاصة في بابا عمر وشارع الستين وباب سباع. أنتم كنتم خارج حمص؟ الفرقة تبعنا؟ نعم. طبعا في شرق حمص بشي 7 كيلومتر. نعم. عقيد أحمد، كمان من أسباب انشقاق كمان توجه الجيش إلى منطقة جسر الشهور وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتخريب المساكن وأساس البيوت والاعتقال عن الهوية وبدون أي سبب.
عقيدة. وما زالوا عم يتابعوا أعمال التخريب والتدمير في المنازل ومنتجات عامة، وقاموا بحرق الزرع وقتل الأطفال والأغنام وقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ولم يسلم من شرهم أحد. وما زال الناس يلحقون ويغرر بهم بالنزول إلى المدينة ليتم اعتقالهم، وهناك الناس مشردون في البراري والمخيمات. ولهذه الأسباب لم يعد يشرفني أن أخدم في جيش يقتل شعبه. عقيد أحمد، يعني الكثير من الضباط ربما أو الأفراد يريد الانشقاق، لكن هناك منازع في نفسه، يريد لا يريد، ربما هناك يعني أين يذهب مثلا. لكن ما هو شعورك وأنت الآن تتخلى عن هذا النظام الذي يقتل الشعب؟ كيف شعرت براحة ضمير لأنني لم أشارك بهذه الأعمال الإجرامية. نعم. وأريد أن تتحدث يعني عن من يريد أن ينشق، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يقف موقف رجل وأن يحترم القسم الذي أقسمه لحماية الوطن والمواطنين. نعم. وأن يجعل حياته أغلى من حياة شعبه، لأنه واجبنا هو حماية هذا الشعب. الله أكبر. هل من كلمة تود أن تقولها في آخر المكالمة؟ أوجه تحية إلى كافة الضباط وفصل الضباط والجنود الشرفاء أن يقفوا إلى جانب الشعب، لأنه شعب أعزل ويجب عليه حمايته. نعم، شكرا لك. كان معنا العقيد أحمد حجازي.